ركز معايا بقى شوية كده علشان أقول لك أنا اللي حصل امبارح واللي حصل في ماتش أسوان. مفروض إنه حد يتحمل المسؤولية. يعني بعد هزيمة أسوان مهما كانت الأسباب، يطلع المدرب، يطلع الكابتن، يطلع حد في الجهاز الفني يعلن عن مسؤوليته الكاملة على الهزيمة دي. ونفس الشيء بالنسبة لماتش الداخلية. طبعا هو كان شكله هزيمة، ولكن يعني في آخر لحظة انتهى التعادل بطعم الهزيمة. برضو محتاج حد يتحمل مسؤولية النتائج المتتالية السيئة. في نتائج قبل كده كانت كويسة، وساعتها كل الناس بتضرب عيارات في الهوا، فرحانين، وهم السبب. كل واحد يقول أنا السبب في الأداء الهايل ده. إنما عند الأداء السيء ما سمعتش حد قال أنا مسؤول. وعلى العكس كله عمال يخبط ويبعد عن نفسه المسؤولية. وبعدين في واحد ما بيستحملش كلمة نقد، يعني روحه في مناخيره على طول. وبالتالي بيحاول يهجم كوسيلة للدفاع قبل ما حد يهجم عليه. ومش بس كده، بيحاول يشوش على الناس أو يشغل الناس بموضوع تاني فرعي عن الموضوع الأساسي، من كتر أو من شدة خوفه إن الناس هتقول له استقيل أو هتقول له أنت المسؤول. الرئيس بتاع النادي مرتضى منصور طلع موضوع فتوح وعبد الله جمعة كحاجة أهم بكتير قوي قوي من تعادل أو الهزيمة بتاعت أسوان وتعادل التعادل السيء بتاع الداخلية وسوء الأداء بتاع اللعيبة وبالذات الصفقات. يعني المسؤول عن الماتش دايما بيبقى المدرب. أنا ما بقولش مرتضى منصور هو المسؤول عن الماتش بشكل جزئي أو بشكل يعني كمسؤولية مباشرة، لا، بس هو مسؤول عن حاجة تانية أكبر، هي دي اللي هو بيقعد يترعب لحد يجي ناحيتها. وأنا مش مرعب، أنا راجل مسالم قوي ومشجع فقط، بشجع الزمالك. بس أنا ملاحظ من 3-4 أشهر وزيادة كان في حملة رهيبة قوي، زي حملة استعداد قطر لكأس العالم. يعني حملة مكلفة مرتضى منصور كتير قوي من المجهود، وكتير قوي من الخطابات الرنانة، وكتير قوي من الإذاعات، وكتير قوي من التطبيل والناس اللي بتتكلم على الصفقات. الحملة دي كانت على الصفقات، وده فلاني وده صاروخ وده عيار تقيل وده عيار خفيف وده مش عارف ايه وده جاي بكرة وده جاي بعده وده رفضناه وده موافقين عليه. مورستان اصلي من بتاع زمان ايام الخير. مورستان عجيب على الصفقات. واتفرجوا بقى على الصفقات عامله ازاي. انداي زي ما يكون خيال المآتة، شفناه مره واختفى في الذره، ما شفناهوش تاني. مين تاني؟ طبعا عمر جابر، حبيب الناس ومن النادي وابن النادي. انا مش هعتبره ده صفقه ولا حاجه، ده واحد راجع للنادي ومن حقه انه ما يمشيش من النادي اصلا. وبعدين اوباما اتدمر علشان خاطر يتأهل لانه يمشي، وحازم امام كان عظمه ناشفه شويه ما عرفوش يدمروه، فقالوا له طب امشي بقى، عيني عينك كده. وبعدين جابوا واحد اللي هو سامسون، اللي هو كلامزي بيسموها هنا، الحركات اللي هو بيعملها في الملعب دي، ده كلامزي. كلامزي يعني مش عارف يمسك حاجه، واحد ايده كده فلته، رجليه فلته، مش لعيب ده. يعني حتى لو كان بدأ بجون حلو قوي قوي قوي، كلنا هيصنا له اول مره جاب جون حلو قوي، اول ماتش له كان نزل نص ساعه باين ولا ربع ساعه، وشيكابالا فرح بيه قوي وبتاع. بعد كده يعني ما اعرفش اتلغى، يعني اتشال منه الكهرباء، اتشال منه البروتين، بقى لعيب تايه ولعيب مستسلم. وفي ماتش اسوان كان اداؤه وحش قوي، وفي ماتش الداخليه اداؤه اوحش، وكان بيلخبط المهاجمين التانيين، يعني لخبط
امام، ولخبط جزيري، ومعرفش يستفيد من اي رفعه بالعرض ولا بالطول ولا باي شكل من الاشكال. وده الصفقه اللي هي هزت كيان افريقيا كلها. مين تاني؟ معرفش. فين بقيه الهوسه اللي اتعملت، وفين بقيه الدوشه اللي اتعملت؟ صفصفت على ايه؟ فين قوه الفريق؟ الفريق ضعيف. يعني اوعى تنكر انك انت فريق زي الداخليه ده، وبالكلام اللي انت بتقوله وبتاريخ الزمالك المفروض ياخد 4 على طول، 4-0، 5-0 على طول، 3-0 على طول كده، بدون نقاش. فريق يعني لا يقارن بالزمالك ولا بقوته ولا بتاريخه، ولكن الزمالك في حقيقة الأمر مش قوي. انت خليته مش قوي، اعترف بقى. انت هلهلت الفريق، اعترف. وبعدين ما تلومش المدربين، وما تلومش أسامة نبيه، وما تلومش فيريرا، وما تلومش شيكابالا، وما تلومش حد من اللعيبة، لأنك انت عامل لهم توتر وعامل لهم قلق على نفسيتهم. مش عارفين هيقعدوا ولا مش هيقعدوا، تاريخهم هيبقى عامل ازاي، مين هيروح مين هيجي. شباب برضو صغير يعني، معذور، عايز يشوف مصلحته. زي ما عملت في كهربا، خليت كهربا يحس انه هو غير مرغوب فيه، وبالتالي عينه ضربت بره. وانت بقى ايه، ما صدقت شفت له بيعه. انا بقى برجع لازم اتكلم على الحاجات دي، لان اللي انا شفته من الصفقات ومن غير الصفقات ان الموضوع عمليه كلها منفعه تجاريه وبس. فين منفعه الفريق؟ فين الزمالك؟ فين نقط الزمالك في الدوري؟ الدوري راح. هتقول لي لا لسه الدوري في الملعب. الدوري في الملعب عشان هنتفضح لسه اكتر. بالطريقه اللي انت ماشي بيها دي احنا هنتفضح اكتر. ادي الدوري اللي في الملعب. انما انا شايف ان دي مش طريقه اداره نادي. كفايه بقى عليك 17 سنه واستقيل، لانه كده يعني العمليه بوخت. وطبعا مش كل الناس اللي ممكن تستقردها، مش كل الناس تضحك عليها. يعني هزيمه وبعدين تعادل مؤسف، وبعدين تقعد تشوش كل القصه وتنهيها على خناقتك فتوح خد مخدرات ولا راح مع بنات، ولا الكلام الفاضي بتاع السينما ده. احنا في ايه ولا في ايه؟ هو فتوح السبب في هزيمه اسوان ولا ايه؟ هو السبب في هزيمه الداخليه او تعادل الداخليه؟ هو السبب في انك انت جبت صفقات فاشله؟ لازم تواجه الحقيقه برجوله. انت بتقعد تتكلم وتقول الفاظ عمرنا ما سمعناها، وتقول انا عايز اشوف دكر، كلمات غريبه ما شفناهاش في حته قبل كده حطيتها. يا ريت لو انت تقدر عليها بقى، يا ريت تورينا بقى عظمتك كده ورجولتك، وتطلع تعترف بكل الاخطاء اللي انت عملتها في اللعيبه وفي النواحي الماديه بتاعت اللعيبه وفي الصفقات الفاشله، وتعترف ان اللي جم كلهم ولا حاجه ولا يسووا حاجه. يعني الاتحاد السكندري جايب لعيبه احسن منك، انبي جايب لعيبه احسن منك، اسوان جايب لعيبه احسن منك، افريقيا يعني من افريقيا لعيبه، من افريقيا لعيبه، من المغرب لعيبه، من تونس. كل النوادي الصغيره دي جابت لعيبه احسن من اللعيبه اللي انت جبتها وارخص وبدونهم الليله. ولا سمعنا اي حاجه من فريق اسوان يقول صفقات ناريه ولا حاجه. صفقات عاديه، جايب صفقات عاديه، صفقات عاديه جابت فينا جونين، صفقات عاديه جريت ومحدش عارف يجري وراها. لا عارفين ندافع ضد اللعيبه اللي جابوهم هم، ولا عارفين نهاجم ضد المدافعين اللي جابوهم، ولا حتى خط الوسط. وبعدين ننتقد الاهلي وننتقد الخطيب، وقاعدين بس نتخانق، وقاعدين نضيع في مجهود الفريق. وفي النهايه الرياضه ما بقتش رياضه. الرياضه بقت ساحه معارك وساحه منافسات على البيع وشراء اللعيبه. ومش هتكلم اكتر من كده. صلح الاخطاء فورا. It's never too late. ممكن نخسر 6 نقط، بس صلح الاخطاء بسرعه يا راجل.